أنا جاية أقولك النهاردة اوعي تزعلي على حاجة راحت منك، اوعي تزعلي على حد خرج من حياتك، اوعي تزعلي على حد كنت متعشمة خير فيه وخذلك. صدقيني رب الخير مش بيجيب غير الخير. الطريق اللي ربنا رسمهولك أحسن مليون مرة من الطريق اللي انت كنت رسمه لنفسك. فسيبي ربنا هو اللي يختار لك حياتك ويختار لك الطريق اللي شايفهولك صح. عودي نفسك ان اللي خرج من حياتك بمزاجه هيدخلها بمزاجك انتي. ابسطي نفسك، انتي تستاهلي تكوني سعيدة. اعملي قاعدة في البيت تخصك انتي لوحدك وبس. لما الدنيا تضيق بيكي تروحي تعملي فنجان قهوة او اي حاجة بتحبي تشربيها واقعدي فيها وحطي جنبك ورداية عشان تفتح نفسك للدنيا. اسمعي حاجة بتحبيها، اسمعي شوية قرآن، البسي وانزلي تمشي لوحدك وما تاخديش حد معاكي. بصي للسما وقولي يا رب أنا واثقة إنك معايا ومش هتسيبني. اعملي ساعة لربنا قبل ما تنامي، اتكلمي معاه في كل حاجة تعباكي. هاتي قلم وورقة وكأنك بتتكلمي مع نفسك. حطي برفان ريحته حلوة، عود ولا مسك. ما تزعليش نفسك. لو مرضتي هتنامي على السرير، محدش هيقولك عنك، محدش هيشيلك، محدش هيحس بوجعك. انت تستاهلي تكوني سعيدة ومبسوطة. ابعدي عن أي مشاكل، ابعدي عن أي ضغوطات، ابعدي عن أي طاقة سلبية. ريحي نفسك شوية عشان الحياة طويلة، محتاجة صبر ومحتاجة طاقة إيجابية عشان تعرفي تكملي، عشان تعرفي تربي، عشان تعرفي تبني. أنا بحبك، عشان كده أنا بقولك الكلام ده. عايزة كل ست في الدنيا تبقى سعيدة، عايزة أشوف كل ستات الدنيا مبسوطة ومرتاحة. ربنا يريح قلوبكم ويسعدكم. مش هقولك تاني لو مرضتي محدش هيقولك عنك. صحتك بالدنيا، خلي بالك مفيش حاجة تستاهل زعلك. كل حاجة ليها حل، كل مشكلة ليها حل. مفيش داعي انك تزعلي لان المشكلة كده ولا كده، اذا كانت كبيرة ولا صغيرة هتتحل. وكل سنة وانت طيبة. ربنا يجعل رمضان خير وبركة عليكم، ويدخل بيوتكم كلها ببركة وسعادة، وما يبقاش في حد مهموم